7 حاجات هيكون مفيد جدا ليك ان انت تعرفها لو انت تحت ال 25 سنه، وعامه لو انت فوق ال 25 سنه برضو. يعني انا بالنسبه لي هي كانت مفيده ليا جدا لما عرفتها وانا معدي ال 25 اهو، بس هي هتفرق في حياتك كتير على قد ما هتعملها بدري. ايه هم ال7 حاجات دول؟ خلينا نتناقش فيهم. بس لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وخلينا بقى نبدا. اول حاجه في ال7 حاجات دي، وبما ان حاجه من اهم الحاجات في حياتنا هي الفلوس، فانا عايز اقول لك ان احنا ما اتعلمناش اي حاجه عن الفلوس. احنا بنتعلم تكنيكاليتيز او فنيات. انت بتتعلم في المدرسه ازاي تقرا، ازاي تكتب، ازاي تتكلم انجليزي، حتى مش ازاي تتكلم انجليزي، ازاي تكتب انجليزي او تفهم انجليزي مكتوب، ازاي تحل ماث او حساب، وتاخد فكره عن الكيمياء وتاخد فكره عن الاحياء، بتاخد فكره عن شويه حاجات كده تقدر تقول ان هي كلها فنيه او معلومات عامه. بس مش بناخد فكره عن الفلوس، ازاي بتديرها او ازاي بيبقى معاك فلوس، ازاي بتعمل الفلوس. ما نعرفلهاش غير طريقه واحده بس، هي ان انت تتخرج من المدرسه، تخش كليه، تتخرج من الكليه، تشتغل بشهادتك. فما حدش كلمك عن الفلوس خالص، ولا عندك في البيت ولا في المدرسه ولا في الكليه. الفكره ان ده سبب من اكبر الاسباب اللي بيخلي فيه فروقات كبيره بين الناس. بيخلي فيه ناس غنيه جدا 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 ومعاها فلوس كتير جدا وعارفه تحافظ عليها وعارفه تديرها، وناس مش عارفه تعمل ده مهما كانت بتقبض كتير. بالمناسبه يعني في كتاب اسمه ريتش داد بور داد بتاع واحد اسمه روبرت كيوساكي، ممكن تكون عارفوه وممكن تكون مش عارفوه، مش عارف. بس هو الراجل ده كان بيقول في الكتاب بتاعه او بيفسر اللي بيحصل مع الموظفين بالذات، ان انت مثلا دلوقتي يا سيدي بتاخد 5000 جنيه مثلا. ال 5000 جنيه دول ممكن يكونوا قليلين، ممكن يكونوا مش مكفيين اسره، او مش مكفيينك انت شخصيا، فحاسس ان انت متضيق عليك وعايز زياده، مش عارف تحوش منهم، فعايز مرتبك يزيد علشان تحوش منهم. طب انت ربنا كرمك ومرتبك زاد بقى 8000 جنيه. اللي بيقوله لك بقى الكتاب بتاع ريتش داد بور داد ده، ان انت كل ما مرتبك هيزيد انت برضه هتفضل تصرفه كله، وبرضه هتبقى مستني زياده. انا كنت مش مقتنع بالحته دي قوي لحد ما جربتها بنفسي. لما انت دخلك بيزيد باستمرار بتفضل تعلي انت مستوى حياتك باستمرار، بتصرف اكتر، بتخرج اكتر، بتعمل حاجات اكتر بفلوس اكتر، مش بتعيش على قد ما انت المفروض تعيش او على قد مستواك وبعدين تحوش الباقي وتستثمرهم علشان يعملوا اكتر ويعملوا فلوس اكتر، فبعد كده يبقى انت معاك فلوس او تبقى انت غني. لا، انت كموظف انت بتفضل تاخد فلوس تصرفها، تاخد فلوس اكتر تصرفها كلها وتبقى عايز اكتر، وهكذا، وبتخش في الدايره دي وما بتطلعش منها، وبيبقى صعب تطلع منها. غير لو فهمت ان من الاخر ده مش هيخليك شخص غني خالص، وغير برضو لو فهمت ان انت ايا كان انت بتاخد كام، الموضوع مش فكره ان انت بتاخد كام. يعني انت مش لو خدت 40000 جنيه في الشهر هتبقى شخص غني. انت لو خدت 40000 جنيه في الشهر غالبا لو انت بنفس العقليه هتعمل حاجه هتخلص برضو معظم فلوسك ان ما كانتش فلوسك كلها، وكل شهر هتبقى مستني الشهر اللي بعده علشان يجي لك ال 40000 جنيه بتاعتك، وهتبقى برضو محتاج زياده وحاسس ان الدنيا ضيقه عليك. اللي عايز اقوله لك ان هو اكيد المبلغ او كميه الفلوس اللي بتخش لك ليها عامل كبير في الحته دي، بس العامل الاكبر على عقليتك انت بتفكر ازاي في الفلوس. مش بقول لك ان انت كده اتعلمت فلوس، انت برضو كده ما اتعلمتش فلوس. انا لفت نظرك بس ان في حته معينه مهمه جدا 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 في حياتنا احنا ما اتعلمناش عنها حاجه، ما اتعلمناش ازاي ندير فلوسنا صح. حاول تقرا في الموضوع اكتر وحاول تعرف عنه اكتر. اقرا كتاب ريتش داد بور داد علشان مهم جدا ومفيد جدا جدا جدا، هيديك معرفه وتكنيكس حلوه جدا وهتفيدك جدا في فكره ان انت تعرف ازاي تدير فلوسك صح، وتعرف ازاي الناس الاغنياء دي بتفكر. فخلي بالك من الحته دي عشان مؤثره جدا في حياتنا واحنا دايما بنبوظ الدنيا فيها. ريتش داد بور داد ده اللي هو الاب الغني والاب الفقير، علشان لو انت هتدور على الكتاب بالنسخه العربيه بتاعته. تاني حاجه مهمه جدا ان انت تعرفها وانت تحت ال 25، لو انت بتدخل الكليه كمان، ان في الشغل في الاماكن الكبيره بالذات وفي اي حته عامه حتى لو صغيره برضو، مش بس بيهتموا بفنياتك، مش بس بيهتموا بقد ايه انت مهندس شاطر او ديزاينر شاطر او فيديوجرافر او فيديو اديتور شاطر او ماركتنج سبيشالست او خبير تسويق شاطر. مش بيهتموا بده بس، هو اللي فعلا بيعليك في الشغل وبيخليك تترقى وبيخليك تبان مش بس الحاجات دي، ويمكن مش هي الحاجات دي اساسا، على قد ما اللي بيعليك هو شخصيتك انت. قد ايه انت عندك سوفت سكيلز كويسه، عندك كوميونيكيشن سكيلز او مهارات تواصل كويسه مع الناس، ازاي بتعرف تتواصل مع الناس كلها وبتعمل علاقات هنا وهنا وهنا وبتحب الناس والناس بيحبوك، ازاي بتعرف تاخد قرارات، ازاي بتبقى مبادر، ازاي بتعمل حاجات من نفسك انت ما حدش بيطلبها منك. مش قصدي ان انت تبقى ابن الشركه وبتعمل حاجات من نفسك يعني ما حدش بيطلبها منك، اللي هو ان انت بتحط على نفسك حمل مش بتاعك، مش ده قصدي خالص. قصدي ان انت تكون مبادر، ما تبقاش مستني كل حاجه ان حد يقول لك اعمل كذا فتعملها. اللي عايز اقوله لك ان برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا مش بنتعلمها خالص ولا في المدرسه ولا في البيت ولا في الكليه، هي ان انت مش محتاج بس المهارات الفنيه بتاعتك اللي انت بتاخدها من الكليه، المفروض ان انت تاخدها من الكليه، ما تاخدهاش اصلا من الكليه كامله يعني. مش محتاج ده بس علشان تشتغل، انت محتاج سوفت سكيلز او مهارات ناعمه، محتاج تعرف تتكلم مع الناس كويس، محتاج طريقتك تبقى كويسه،
لبسك يبقى كويس، بتعرف تلبس وبتعرف يبقى شكلك كويس، محتاج لسانك يبقى كويس مع الناس وتعرف تبني معاهم علاقات كويسة. هو ده اللي بيميز الناس عن بعضها، وهو ده اللي ممكن يخليك تترقى او توصل للي انت عايزه في الشغل بتاعك. فضروري جدا من وانت في الكلية من الاول خالص تعرف ان انت محتاج تشتغل على الحته دي، مش بس محتاج تشتغل على المواد بتاعتك وتخش الميد ترمات وتخلص ميد ترمات وتخش فاينلز وتعوض فيها والجو ده. يعني ده جزء مهم مش هينفع نتجاهله، بس كمان في جزء تاني انت بتتجاهله ومحدش بيقولك ان في حاجه غلط، هو السوفت سكيلز او هو شخصيتك. انت قد ايه حد فعال في الحته اللي انت فيها. طب انت ممكن تعمل ده ازاي؟ ببساطه انت ممكن تتدرب على اللي انت المفروض تعمله من وانت في الكليه. انت ممكن تتدرب على ان انت تكلم ناس ما تعرفهاش، تبني علاقات مع الناس في كل حته وفي اي حته وتحت اي ظرف. اتدرب على ده، صعب مش بقول لك سهل، بس اتدرب عليه. خش ستودنت اكتيفيتيز اللي هي الانشطه الطلابيه اللي بتلاقيها في الجامعه دي، خشها. على فكره دول مش لعب عيال ولا ناس بتهزر، ده ناس بتعمل حاجات مهمه جدا، ناس بتعمل حاجات هتطور من شخصيتك جدا. ودي اسهل طريقه واحلى طريقه ممكن تطور بيها من شخصيتك، ان انت كل سنه تبقى في حته شكل، وكل سنه تبقى بتعمل حاجه مختلفه وتتعامل مع ناس جديده كلهم داخلين لنفس الغرض، ان هم داخلين يتعلموا حاجات جديده ويعلوا من السكيلز او من المهارات بتاعتهم. دي حاجه هتكون مفيده جدا، ضروري جدا تاخد بالك منها علشان هتفرق كتير، مش بس معاك دلوقتي، هتفرق كتير في حياتك بشكل عام. تالت حاجه محتاج تعرفها من بدري على قد ما تقدر، والحاجه دي انا نفسي وقعت فيها للاسف، ان انت لو انت حد بيعمل حاجات كتير او بيحاول ياخد كل حاجه علشان توصل ان انت تبقى حد ناجح او حد قوي عموما، عايز اقول لك ان مش ده اللي بيخليك حد قوي. هو اللي بيخليك حد قوي ان انت تركز في حاجه واحده بس او اتنين بالكتير، وتحط تركيزك كله عليهم وتبذل فيهم مجهود على قد ما تقدر. انا وقعت في الحته دي علشان انا اتعلمت حاجات كتير في نفس الوقت. اتعلمت ان انا اصور فيديوهات، وان انا اعمل فيديوز موشن جرافيك، وان انا اشتغل فويس اوفر، وفي نفس الوقت انا كنت مهتم ان انا اعمل فيديوهات بتاعت اليوتيوب دي. وبعد فتره حسيت ان انا ما وصلتش لاحسن حاجه في اي حاجه فيهم، انا ما وصلتش لنتائج حقيقيه في اي حاجه فيهم. طب ليه؟ برغم ان انا بعمل كذا حاجه، فعلا بعمل حاجات كتير والحمد لله قادر اعملهم كويس. ببساطه علشان انت المفروض تختار حاجه واحده او اتنين فعلا بالكتير، وتركز عليهم كل تركيزك وتحط كل مجهودك علشان توصل لحاجه. لكن طول ما انت مجهودك متوزع على كذا حاجه مع بعض، هتحس ان انت جامد وبتعمل حاجات كتير مع بعض، بس مش هتوصل لحاجه، مش هتوصل للي انت عايزه. مفيش حاجه منهم هتوصلك للليفل اللي انت محتاج توصل. دي حاجه مهمه جدا 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 فوق ما تتخيل، وانا للاسف عرفتها متاخر وغيرت في حياتي متاخر شويه، بس مهم جدا ان انت تعرفها، ومهم جدا ان انت تتعامل على اساسها. كان في كوت ليها علاقه بالموضوع ده برضو قريتها قبل كده لبروس لي او بروسلي عشان احنا عارفينه كده. كان بيقول لك the successful warrior is the average man with laser like focus. يعني من الاخر المحارب الناجح او الفايتر الناجح هو الشخص العادي جدا اللي زيه زي اي حد، بس laser like focus، يعني تركيزه متركز زي الليزر بالظبط، اللي هو يعني ضيق قوي. فانت مش محتاج تبقى حد عبقري في حاجه، انت محتاج تبقى شخص عادي بس يركز على حاجه واحده بس ويركز فيها قوي ويحط فيها كل طاقته علشان يعرف يوصل بيها لحاجه، علشان يعرف يبقى ناجح. رابع حاجه ضروري جدا جدا تعرفها، سواء انت بقى عندك 25 سنه، عندك 35 سنه، عندك 12 سنه، اي حاجه، ما تستهونش وما تحسش ان الكلام ده مش بتاعك وده بتاع ناس تانية وليه ناسه، اللي هو التايم مانجمنت، تنظيم الوقت. حوار بقى ان انت تعمل لنفسك تو دو ليست وتعمل لنفسك خطه، انت هتعمل ايه في اليوم وهتعمل ايه في الاسبوع وهتعمل ايه في الشهر. عشان انا فضلت فتره كبيره مقتنع ان الحاجات دي لا، الحاجات دي ليها ناسها، ده هو في ناس اللي بتعرف تركز التركيز ده وبتحب تنظم وقتها كده التنظيم ده وهم بيعرفوا يعملوا ده، انا مش بعرف اعمله وحاسس ان هو هيرهقني وهيعطلني. فضلت كده فتره كبيره فعلا لحد ما حصل حاجه خلتني اجرب ده، خلتني اجرب يبقى عندي تو دو ليست وانظم مواعيدي والحاجات دي على اساس ان انا ابقى شايف انا بعمل ايه وشايف ورايا ايه. ما تستهونش في حاجه زي كده، هتفرق في وقتك كتير جدا جدا جدا، حرفيا هتحسسك ان اليوم ده انت عشته، هتعرفك انت عملت فيه ايه، بدل ما انت بتفضل قاعد كده مش بتعمل حاجه وما بتنجزش حاجه في يومك. ولو انجزت حاجه او حاجتين كان ممكن تعمل اكتر منهم بكتير، بس يخلص اليوم وانت ما عملتش حاجه. ابدا اعمل لنفسك فعلا تايم مانجمنت، وابدا بان انت تعمل تو دو ليست، هتكتبها في ورقه وهتحط جنب كل حاجه كده قوسين، بحيث ان انت لما تخلص حاجه تعمل جنبها صح. ده هيساعدك تبقى عارف انت وراك ايه، هيساعدك تبقى عارف اولوياتك، علشان احنا كنا اتكلمنا قبل كده في الحوار ده، انت بتضيع وقت كبير جدا بتفكر بس هو انا المفروض اعمل ده ولا ده ولا ده، بتضيع وقت كبير قوي بتفكر في التفكير ده، ويمكن كمان في الاخر بتوصل ان انت ما بتعملش حاجه فيهم عشان انت محتار. فهيساعدك تعرف انت وراك ايه، وهيساعدك تحدد اولوياتك كويس وما تفكرش كتير، وهيساعدك كمان ان انت تشجع نفسك لما بتنجز حاجه وبتعمل جنبها علامه صح، بتحس ان انت انجزت حاجه فعلا، وتحس ان انت
يعني productive او منتج، وده بيشجعك تعمل حاجات تانية كتير بعدها، فهيفرق كتير في تنظيم وقتك وهيفرق كتير في انتاجيتك. ابدأ بده، وده هيفتح لك كمية فرص انت مش متخيلها عاملة ازاي، وهيحسسك بجد ان انت بقيت شخص منتج وشخص هو عارف بالظبط هو بيعمل ايه. خامس حاجة محتاج جدا 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 تعرفها من سن صغير برضو على قد ما تقدر، ان في حاجات بجد هي مش بتعمل اي حاجه غير ان هي بتعطلك. انا عارف ممكن يتقال عليا ايه او ممكن انت تقول ايه لو انت حد في سن تعصب ناحيه الحاجات دي. الحاجات اللي انا عايز اقول لك عليها دي زي السياسه، زي الكوره. كنت زمان بحس ان دي حاجات، دي عقيده ومبدا وما ينفعش اتخلى عنه وحاجات كده. ولما كنت بتخش في حته بقى مثلا ستودنت اكتيفيتي او نشاط طلابي او شركه كبيره او كده، بتلاقي عندهم قواعد حازمه جدا ان ما حدش يتكلم في السياسه ولا في كوره ولا في دين، علشان الحاجات دي بتعمل مشاكل. مع الوقت ادركت فعلا ان الحاجات دي لا، احنا مش المفروض ما نتكلمش فيها في الشركات او في الحتت الكبيره او كده، لا هو احنا مش المفروض نتكلم فيها عموما. يعني بجد انت في حاجات انت بتتكلم فيها ممكن تضايقك وتضايق الناس اللي حواليك منك، والناس اللي حواليك برضو تضايق وتنرفز وتتعصب وبتاع، ولا انت ولا هم ولا اي حد ليه مصلحه ولا في ايده يغير حاجه، ولا يعني كل الكلام ده ليه لازمه اساسا. كل الكلام ده ما بيعملش اي حاجه غير ان انت بس بتتعصب على ناس وبتخلي ناس تتعصب عليك، وممكن تخسروا بعض على مفيش. دايما عود نفسك ان انت تتصرف مع الوضع الحالي. في مشاكل مفيش مشاكل، عاجبك الناس اللي حواليك او عاجبك الناس السياسيه اللي في البلد مش عاجبينك، ما تشغلش بالك بالكلام ده، اشغل بالك بنفسك وبس. مش بقول لك كده علشان اي حاجه، والله انا كنت بهتم جدا بالموضوع ده وبحرق في دمي قوي 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 ومتعصب جدا ناحيه حاجات معينه، بس بعد كده ادركت ان كل ده مش بيعمل حاجه غير ان هو بيخسرك انت. هتكسب امتى او هتنجح امتى؟ هتنجح ببساطه لما تركز مع نفسك. انت حواليك امر واقع ايا كان هو ايه، بتتعامل معاه زي ما هو وبتشوف انت ازاي هتبقى ناجح وازاي هتبقى احسن حد في وسط كل الظروف الصعبه اللي حواليك. ما تشغلش بالك بحاجه اكتر من كده، علشان مش هتستفاد حاجه ومش هتعرف تعمل حاجه وهتضايق نفسك بس وهتعطل نفسك بس. بالعكس، ده كمان ممكن التعصب السياسي او الحاجات دي تبقى حاجه بتساعدك ان انت تبقى شخص اسوأ، علشان ببساطه هتبقى شماعه تعرف تحط عليها اي حاجه معطلاك في الحياه. بقى ما هو البلد اصلها صعبه، ما هي الظروف مش عارف ايه، اصل شوف الدولار بكام. انا عارف ان ممكن يكون في مشاكل، بس خلاص هتعمل ايه؟ اتعامل. وعلى فكره في طرق للتعامل، شوف بقى الطرق دي وحط مجهودك وعصبيتك والطاقه اللي جواك دي كلها في ان انت تلاقي الطريقه المناسبه ليك. فبجد عموما يعني دي دعوه لعدم التعصب، علشان مش عشان حاجه، مش عشان انت تبقى شخص بقى جميل ومفيد للبيئه والجو ده، عشان تبقى شخص انت نفسك ما تتعبش، انت نفسك ما تحرقش دمك، عشان تبقى شخص مفيد ليك انت مش لاي حد تاني. ما تتعصبش ولا في السياسه ولا في كوره ولا في اي حاجه انت مالكش ايد فيها ومش مفيده بالنسبه لك بشكل يعني مباشر. لو سياسه فهي مش مفيده بالنسبه لك خالص، لو كوره فهو احنا كده كده بنلعب، هو الناس دي بتلعب واحنا بنهزر مع بعض وبنلعب. لينا انتماءات، ممكن تبقى اهلاوي، ممكن تبقى زملكاوي، ممكن تبقى بتحب حد معين فبتشجعه، تمام، بس هو في الاول في الاخر لعبه. افتكر ده ان دي لعبه وان انت بتشجع لعبه، فضروري جدا ما تحرقش في دمك علشان خاطر لعبه. سادس حاجه محتاج تعرفها اي وقت، ويعني باسرع وقت فعلا، مفيش حد بيقتنع بالنقاش. يعني ضحكوا علينا وقال لك يلا نتناقش وتقنعني يقنعك، هو مفيش حاجه اسمها كده. دايما الناس اللي بتقتنع بحاجه بتقتنع بدون مواجهه. هو النقاش دايما بيكون حاجه يعني انا بحاول اثبت ان انا صح وانت بتحاول تثبت ان انت صح، مش بنحاول نقنع بعض. ويعني لو قربنا للاقناع فبرضه انت مش هتقتنع. طب ليه؟ ببساطه عشان النقاش فيه مواجهه. النقاش من غير ما انت تحسه، من غير ما انا احس، احنا بنشخصنه. انت لا، انت مش هتكسبني، انت مش هتثبت ان انا غلط، انا صح، وانا هحاول اثبت ان انا صح وان انت غلط، وان انا فاهم وانت مش فاهم. هو يعني اغلب النقاشات كده. فلما تيجي تحاول تقنع حد باي حاجه، حاول تقنعه من غير ما تواجهه مواجهه مباشره. حاول تتناقش مع حد تاني على نفس الحاجه. لو انت عايز يعني احنا ثلاثه قاعدين مع بعض اهو، انا وانت وحد ثالث، فانا عايز اقنعك بحاجه، هكلم الحد الثالث على نفس الحاجه دي وانت هتقتنع بيها لو انا كلامي منطقي. لكن لو واجهتك فيها انسى. حاول، وده هيكون احسن بكتير، ان انت تقنع الشخص اللي قدامك بافعال، بحاجات تاثر في مشاعره. تحريك المشاعر عموما من اكتر الحاجات اللي بتساعد الناس ان هي تقتنع بحاجه معينه او تتبنى فكر معين. فاعرف ده كويس، اعرف ان اي شخص مش سهل ان انت تقنعه بالكلام او بالنقاش، لكن هيكون سهل او هيكون اسهل بكتير قوي ان انت تقنعه بحاجه ما فيهاش مواجهه مباشره بينك وبينه، ويا ريت لو فيها حاجه تحرك مشاعره. فدي برضو يمكن تكون دعوه لعدم الجدل. ما تجادلش حد، علشان النقاش غالبا في اغلب الاحيان في حالاتنا بيكون جدل مش نقاش. سابع حاجه، وحاجه من اهم الحاجات اللي في الحاجات دي كلها، اتعلم وتعود
تحب نفسك. احنا فينا عيوب كتير قوي، يعني انا فيا عيوب كتير قوي وانت فيك عيوب كتير قوي. الفكره في الموضوع ان اللي بيحب نفسه ده مش حد بيبقى جامد او هو حلو وما فيهوش عيوب، لا هو بيبقى فيه برضه عيوب كتير. بس ببساطه هو انت لو ما حبيتش نفسك محدش هيحبك، وببساطه برضه ان انت مش منتظر منك ان انت تكون حد ما فيهوش عيوب خالص. كلنا فينا عيوب، بس الفكره في الموضوع والشطاره في الموضوع ان انت تبقى بتتقبل عيوبك عشان تعرف تتعامل معاها وعشان تعرف تطور من نفسك، وعلشان لما هتتقبل عيوبك وهتحب نفسك وهي حتى وحشه، غير ان انت هتعرف تخليها حلوه، هو الناس برضو هتحبك. علشان انت لو ما بتحبش نفسك مفيش حد هيحبك خالص ولا حد هيقدرك. هتبقى غير الصراعات بقى اللي بينك وبين الحياه عموما الخارجيه، هيبقى في صراعات جواك انت شخصيا عشان انت مش حابب نفسك، انت مش فخور بيها، مش بتشجعها ومش قابلها زي ما هي. انت ايا كان انت بتعمل ايه في حياتك، انت يا سيدي غلطان، انت ممكن تبقى يعني بتعمل عيوب الدنيا والاخره، بس في الاول وفي الاخر انت اولى حد بحب نفسك. لو ما حبيتهاش هتفضل تجلد فيها ويعني هتعذب نفسك على الفاضي. فاتعلم تقدر شخصيتك، اتعلم تقدر نفسك وتحبها مهما كان فيها عيوب. حاسس ان الفيديو ممكن يكون طويل شويه، بس يا رب يكون كان مفيد ليك. ولو انت بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي يا ريت تعمل له لايك عشان اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك يعني لو بتتفرج لحد دلوقتي، ويا ريت تعمل له شير مع حد برضه انت شايف ان هو هيكون مفيد ليه. وبس كده، شكرا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي وخلاص. السلام عليكم.